عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا هذا الطبق، هذا طبق للغداء او للعشاء، تقدموه للضيوف ديالكم او لا تفرحوا به وليداتكم في الاسره ديالكم الصغيره او الكبيره. نتمنى الفيديو يعجبكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ان شاء الله غادي نوجد اول حاجة غادي ناخذوا هاد جنيوحات ديال الدجاج. نتوما الا بغيتوا تستعملوا الفخيضات او لا اي اولاد دجاج بحال هكذا تقطعوه عادي تستعملوه يمكن لكم. انا خديت هاد الجنيوحات ديال الدجاج غادي نرقدهم في هاد التتبيله. تتبيله خاصه وزوينه بزاف، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. عندي ندير المايونيز، عندي الموطارد، عندي صلصه الصوجا، عندي ثومه غبره، وعندي شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، عندي سكنجبير او زنجبيل، وعندي الخرقوم او الكركم. غادي ندير اول حاجه ندير واحد المعلقه، جوج المعلقات، يعني معلقه كبيره او جوج معلقات ما عامرينش ديال المايونيز. غادي نزيد عليها معلقه ديال لا موطارد. هذه واحد التتبيله كتجي زوينه بزاف وكنصحكم تجربوها وكيجي المذاق ديالها زوين بزاف. غادي نزيد واحد جوج معالق ديال صلصه الصوجا الا كانت متوفره من طبيعه الحال. الا ما كانتش متوفره ماشي مشكل. غادي ندير ثومه غبره الا حتى هو كان متوفر اوكي، ما كانش متوفر تقدروا ديروا الثومه عاديه، ثومه طريه. غادي نزيد ندير شويه ديال الملحه. بطبيعه الحال ما نقويش الملحه لان صلصه الصوجا كتكون معها الملوحه. غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الكركم. غادي نزيد نصف معلقه ديال الفلفل الاسود، ونصف معلقه صغيره بطبيعه الحال ديال زنجبيل او سكنجبير. غنخلط هاد التتبيله مع بعضياتها مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليها هادوك الطريفات ديال دوك الجنيوحات ديال الدجاج، وغادي نخليهم يرتاحوا من طبيعه الحال. هاد التتبيله هادي راها زوينه بزاف، مختلفه من طبيعه الحال كاع على التتبيلات اللي مولفين كنستعملوهم. جربوها وانا متاكده غادي تعجبكم بزاف. اي ملاحظه خلوها لي في التعاليق واكيد انا غادي نجاوبكم عليها. غادي ندير هاد الجنيوحات ديال الدجاج، غادي نديرهم في هاد الدغميره هادي. ندخل هاد الدغميره فيهم مزيان، وبطبيعه الحال نحاول هاد الدغميره هادي او هاد الخلطه هذه من الاحسن اننا نديروها قبل بنهار، يعني اولا على الاقل قبل بواحد ساعتين. هي الا درناها قبل بنهار وخدناها كتشرب هاد التتبيله هذه كتجي المذاق ديالها رائع بزاف. لاننا هاد الجنيوحات هذا غادي ندخلوهم للفران، غنخليهم كيرتاحوا ليا واحد ساعتين. ما كانش عندي الوقت، نتوما كان عندكم الوقت ديروها قبل بنهار. ومن بعد غادي ندخلها للفران. يعني كما كتشوفوا الطريفات ديال الدجاج ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، غادي تاخذ لي واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع في الفران. بينما وجد لي الدجاج انا غادي نشوف الطبق اللي غادي يكون مرافق معاه. انا هنايا قبل ما ندخل الجنوحات ديال الدجاج للفران غادي نغطيه ببابي ديال الفران، يعني سوفريزي، وغادي نزيد عليها بابي الومنيوم باش يتغطى ليا مزيان، وندخلها للفران طيب كما قلت لكم واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع. هنايا انا غادي درت واحد التشكيله ديال الخضر. نتوما بطبيعه الحال ديروا داك الخضر اللي عندكم في الدار. انايا اللي كانت متوفر عندي كان عندي البطاطس، يعني البطاطا، كانت عندي اللوبيا والفاصوليا، كانت عندي الخيزو حتى هو والجزر. هادو هما التشكيله ديال الخضر اللي كانوا متوفرين عندي في البيت. قطعتهم، يعني الحوايج اللي خاصهم يتسلقوا او لا يتفوروا فورتهم، بحال الخيار او الروز حتى هو سلقته في الماء والملحه. جلبانه حتى هي سلقتها، يعني كما نتوما كتشوفوا. هنايا غادي نحاول ما امكن ندير واحد الخلطه باش نتبل هاد الخضر هادي. كتجي واحد الخلطه زوينه بزاف، يعني ما نحتاجوش نصوطيو هاد الخضر هادو. انايا هنايا الخضر هنايا سلقتهم
في الماء والملحه. نتوما الا بغيتو تفوروهم يمكن لكم. هنايا درت واحد الكميه ديال الربيع، غادي نزيد عليها واحد الكميه مهمه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد الخل. الا ما كانش عندكم غادي ندير هنايا الملحه. غادي نزيد ثوم غبره، وغادي نزيد شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره. غادي نخلط هاد العناصر كاملين مزيان. ثم الا بغيتو تزيدوا شويه ديال السودانيه كانت تعجبكم الحروريه تقدروا ديروها، ولكن الا كان عندكم الدراري الصغار بلاش. انا هنا رانا زدت حتى الخل، نسيت ما صورتوش. الا بغيتو تعوضوا الخل بالحامض يمكن لكم، يعني عصير الحامض. هنايا هاد الخضر هادي يعني الباربا، الخيزو، البطاطا واللوبيا كلهم غادي ندير لهم شويه من هاد التتبيله هادي. نخلط هاد يعني كل خضره غادي ندير لها، كل نوع غادي ندير معاه فقط واحد المعلقه، يعني ما نقويش بزاف، ونخلط مزيان. كتجي المذاق ديالها زوين بزاف وصحي، يعني واحد الطبق اللي هو متكامل يعني ما بين اللحوم وبين الخضروات، باش وليداتكم يعجبهم وياكلوا لكم الخضر. بطبيعه الحال هذا الا بغيتو توجدوه لوليداتكم بطبيعه الحال تقدروا توجدوه حتى للضيوف ديالكم، علاش لا. طبق يعني متكامل وصحي بزاف. غادي هنايا غادي ندير نخلط هاد التوابل كاملين، يعني هاد الخلطه هذه مع الخضر. انا هنايا درت الروز حتى هو سلقت واحد الكميه، زدت عليها المايس وجلبانه، واحد شويه ديال الجلبانه سلقتها حتى هي، زدت عليها شويه ديال الطون والمايونيز. خلطت هاد العناصر كاملين مزيان، ومن بعد غادي نبدا نوجد في الطبق ديالي. هنايا فرش شويه ديال الخس، وغادي نبقى نحط الخضر ديالي على حسب الرغبه. نتوما يمكن لكم تزوقوا البلاطو ديالكم كيف ما بغيتو، يعني كما كتشوفوا هنايا انايا ما خداش مني هاد الطبق بشي وقت كتير اولا شي عذاب ولا شي، ما فيه شي اشكال نهائيا. وجدته بواحد السرعه، يعني في اقل من ساعه المكانه كنت جا موجده هاد الطبق هذا، يعني غير في الوقيته اللي غادي يطيبوا لي الجنوحات ديال الدجاج في الفران. انايا وجدت هاد التشكيله ديال الخضر. بطبيعه الحال الخضر اللي متوفره عندكم في البيت، يعني ماشي بالضروره غادي تكلفوا على راسكم. غادي تزوقوا البلاطو ديالكم كيف ما بغيتو بالشكل اللي بغيتو. بطبيعه الحال كاين اشكال وانواع ديال الديكورات اللي كنقادو بهم هاد البلاطوات ديال الخضر. انتما انا درت غير هاد الشكل البسيط، لان هذا غير الغدوه ديالتي انا والاسره ديالي الصغيره، يعني في الحد اللي كنكونوا كلشي مجموع وكنتغداو كاملين مجموعين. الورا قلت علاش اللي ما نديرش لهم واحد الطبق اللي يكون متكامل ما بين الدجاج وما بين الخضر، لان كتعرفوا ان الدراري الصغار ما كياكلوش لنا الخضر، ولكن ضروري الا قدمتوها لهم بهذا الشكل هذا اكيد غادي يعجبهم اولا الالوان، وغادي يعجبهم الشكل، واكيد غادي ياكلوا لكم الخضر وغادي يستافدوا من الفوائد ديالها. وانتم بطبيعه الحال يمكن لكم تذوقوا الطبق ديالكم بالشكل اللي بغيتو. هنايا من بعد ما طابوا ليا دوك جنوحات ديال الدجاج غادي نزوقهم، هنايا نحطهم في الوسط. انا كما قلت لكم انا هنايا درت جنوحه ديال الدجاج. انتم بغيتو ديروا الفخيضات او لا ديروا ولا ديروا اي حاجه بغيتو، هذا فقط كاقتراح مني. يعني بغيت نشارك معكم هاد الغديوه هذه اللي وجدتها لعائلتي الصغيره، حيت حنايا غير شويه في الدار. صافي، يعني هنايا انا حطيت هاد الشنيوحات بحال هكا، وغادي نكون بحال هاد الشكل هذا. غادي نكون كملت الطبق ديالي.
وزعما شي حاجه اللي ضروري غادي تعجبكم بزاف وتقدموها للضيوف ديالكم وتحملكم الوجه امام الضيوف ديالكم، توجدوها حتى لوليداتكم علاش لا تفرحوهم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من اللايك، بارطاجيو الفيديو كاع عند الناس اللي كتعرفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. سلامه.